السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المنتخب المغربي تمكن من تحقيق نتيجة إيجابية، نتيجة بفضل الخطة المحكمة اللي طبقها المدرب وليد الركراكي. فيكفي أن المنتخب المغربي حكم زمام أمور وسط الميدان بالتشكيلة اللي وضعها المدرب، وفرض على المنتخب الكرواتي يلعب على حسب الطريقة ديال المنتخب المغربي. فيكفي نقدر نقولوا الخطة التشكيلة ديال المنتخب الكرواتي. فهو في وسط الميدان يكفي نذكروا مارسيلو بروزوفيتش ونيكولا فلازيتش ولوكا زوزيتش و مودريتش. فهذه فقط هاد اللاعبين ديال وسط الميدان فلهم الثقل وثقل كبير. فبرافو برافو الحارس المرمى ياسين بونو اللي انقذ المنتخب المغربي من إصابة محققة أو إصابتين. فياسين بونو عنده دور كبير ودور كبير بزاف في هذه المباراة، اللي يكون هو رجل المباراة. أما بالنسبة لعبد الرزاق حمد الله، ف 15 دقيقة اللي دخل فيها ما يمكن ليناش نحكموا عليه، نظرا الخطة اللي لعب بها المنتخب المغربي. فهي خطة دفاعية تقريبا محضة، لأن لعبوا على وسط الميدان وحاولوا أنه يحبسوا المنتخب الكرواتي باش ما يهجمش. لهذا فإن 15 دقيقة ما نحكموش عليها. فبرافو برافو على سفيان مرابط اللي لعب دور مهم في حراسة لوكا مودريتش ومنعه من تبرير الكرات الخطيرة ديالو، مثله مثل أشرف حكيمي. فأشرف حكيمي هو الآخر لعب دور مهم ومهم بزاف في حراسة لوكا مودريتش. فحكيم زياش هو الآخر، حتى هو لعب دور مهم، وهذا الدور هو اللي دور دفاعي اللي فاجئنا في صراحة في هذه المقابلة. فاجئنا حكيم زياش بالدور اللي لعبه، وهذا من طبيعة الحال وليد الركراكي هو اللي أمره بهذا الأمر. وهذا الشيء اللي خلى مدرب المنتخب الكرواتي يقوم بعض التغييرات اللي صراحة رغم التغييرات فالمنتخب الكرواتي ما شكلش خطورة كبيرة على منتخبنا المغربي، رغم الضغوط اللي ضغط على المنتخب. فما وصلش المنتخب الكرواتي للمرمى المغربي. الحمد لله كسبنا نقطة مهمة ومهمة بزاف. أما بالنسبة لسفيان بوفال ففي المقابلة بان في مستوى ضعيف، لأنه بكثرة المراوغات الفردية والمراوغات السلبية اللي ما كتكونش موراها تمريرات للمهاجمين. ففي المقابلة بان المستوى ديال سفيان بوفال بان ضعيف، وكنتمناو في المقابلات المقبلة يتحسن المستوى ديالو.